أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين. طبعا عارفين النهارده هنتكلم عن إيه؟ عن الهجرة غير شرعية. يأتي القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيا مع أبرز الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة. وطبقا للتشريع تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، فيما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. أعزائي المشاهدين، تذكرتي رايح جاي. ليا فيها النيل وليها فيا الروح، ما اخترتش اني اروح، ما انا جوعي كان كفران، ملعون ابوك يا طموح، اخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان، تذكرتي رايح جاي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.